السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة 2 شعبين، كل سنة وأنتم طيبين. الفراخ معانا الكتاكيت. النهاردة البطاطا هتلحق. الفراخ هتلحق معانا. بصوا دي يجي 5 كيلو بطاطا، وهنا برسيم. بصوا بالشكل ده يا جماعة، يكون ناشف وعيش. هنلخبطهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. ومعلقة كبيرة كركم معايا، معلقة كبيرة كمون، توم باودر علشان هم قاعدين بيعطسوا، وكمون. بس هنقلب ده كله وهوريكم. بصوا يا جماعه العيش على البرسيم. بصوا البطه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. بصوا البرسيم لازم يبقى ناشف. بصوا يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك. بصوا النهارده العمر 20. الله اكبر. الاحجام عندنا بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ولسه في كميه حلوه هحط لهم تاني بالليل. دي اول مره احط لهم. دلوقتي الساعه حوالي الساعه 5 المغرب. النهارده كنت تعبانه وما حطيت لهمش حاجه. بصوا اللهم بارك. البرسيم الناشف يا جماعه. بصوا انا هحط لهم اكله تانية او في حاجه تانية. روزي بتسلم عليكم. بصوا هنحط لهم في الاكلات برضو. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معلش بقى بعتذر عن الاضاءه. انا حاطه لهم ميه بس هنعمل لهم مشروب جامد دلوقتي. بس لما انا معطشاهم مش هعمله معاكم في الفيديو لاني انا معطشاهم. المشروب ايه؟ بصل يا جماعه. اليومين دول بصل وراس توم حلوه، وبتاع 5 6 ليمونات، واضربيهم في الكبه على شويه خل واسقيهم ليل ونهار. هتشوفي حجم الفراخ معاكي والعطس، وهتلاقي معاكي الله اكبر اوزان. بصوا البطاطا يا جماعه راحت في داهيه والله. انا السبب في موضوع البطاطا ان انا نزلت الفيديوهات. قلت الفراخ والتسمين بتبقى على البطاطا. والله الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله يا جماعه على البطاطا. اي نعم بتعب شويه في بشرها. انا ممكن اعملها في الكبه بس مش زي كده. هوريكم رودينا بتعمل لهم ايه. بصوا كده على فكرة. بصوا الكتكوت اللي قاعد لها فوق ازاي ده. يلا حطي لفي العلافات يا رورو. النهارده يا جماعه الاسعار فوق الخيال. البانيه الرجول ب 45 جنيه. ليه؟ ربنا يرحمنا. انا يا جماعه ما بنزلش فيديوهات اكل ولا طبخ ولا روتين دلوقتي. بس هنبتدي مع بعض. بس الفراخ دي اكبرها بامر الله وافوق منها شويه. هو النهارده العمر ال20. بصوا الاحجام بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني ما شاء الله احجام حلوه. انا ما بوزنش خالص يا جماعه الا على الشهر ماشي. بس الاحجام اللي معايا دي نص كيلو وكيلو الا ربع. يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كل سنة وانتم طيبين. النهارده 2 شعبان. اللهم بلغنا رمضان يا رب. اللهم بلغنا رمضان. 3 شعبان. 3 شعبان. باين عليك 3 شعبان. ده ابويا جدك. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. بصوا اللهم بارك اللهم بارك. بيتخانقوا عليها. انا عايزة اوريكم. بصوا حاطة لهم البرسيم. انا بخاف منهم. بصوا البرسيم والعيش. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه انا عايزه البرسيم يبقى ناشف كده. ده بلين. مش تحطوا له. بصوا ده بلان ازاي. انا مش عايزاه تحطوه لهم اول ما تجيبيه. ده بقى له اسبوع عندي. ليه؟ لان بيكون نشف كده، ولا هيعمل لهم اسهال ولا في ميه ولا اي حاجه، وهيديهم بروتين. اللهم بارك يا جماعه. هيديهم بروتين بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه ما شاء الله البرسيم والبطاطا والعيش. انا عامله لهم في الشكاره شيشه مع العلف. انا ما بحطش علف بس، لا انا حطاه بشيشه. استنى اوريكم اهو. بصوا يا جماعه هنا معلش الاضاءه. بصوا انا حاطه شيشه ازاي في الاكلات. بشيشه وعلف. دي شيشه وعلف وعيش. بصوا بسم الله ما شاء الله. معلش بعتذر بقى عن الكلب اللي تحت البيت ده. هو تقريبا ايه؟ معترض. مش عايز يصور. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. والله العظيم هيبقوا 10 فرخات او 5 هيلحقوا معاكم رمضان بامر الله. لو جبتيهم اليومين دول هتذبحي منهم في رمضان بامر الله. يعني كله بامر الله. بصوا بسم الله ما شاء الله الاحجام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يعني ايه؟ احنا نص عمرهم. لا مش نص عمرهم. نص عمرهم يوم 22. احنا النهارده 20. وهم اول ما بيتموا شهر بيتحولوا معانا تحويل عادي.
على فكرة أنا ممكن أذبح منهم دلوقتي وما اشتريش، يعني كيلو حلوة، نص حلوة، بس أنا لا، لازم أستناها. حرام، الكتكوت بكام ولما تذبحيه دلوقتي حرام ليه؟ هاتوا 10 يا جماعة، هتشوفوا خير ما بعد خير بأمر الله، بأمر الله. أنا حطيت دلوقتي في الخلطة برسيم على بطاطا على بطاطس. كان عندي بطاطستين كده إيه، تحس إن قلبهم أسود، بشرتهم برضو، غسلتهم وبشرتهم على عيش. هاتي بقى رغيفين عيش 3 4 حسب الكمية اللي عندك، فتفتيهم وانت قاعدة وخديهم على معلقة توم بودر، على معلقة كمون وخلي سمي بالرحمن وحطي. وهنا اللي بيشربوا منه ده يا جماعة شاي بليمون مغلي على ريفو الأزرق بس يا جماعة. ولسه هنزل لهم بأمر الله قبل ما يناموا، فهيخلصوا المية اللي قدامكم دي وأنا هعطشهم. هحط لهم بصل في الكبة بخل بليمون بتوم، راس توم حلوة، بصلتين على راس توم على نص كوباية خل على 10 ليمونات، واضرب الكلام ده كله. هخليهم طول الليل يشربوا فيه بأمر الله. بيزود الفراخ يا جماعة، وبيعمل عندهم هم عندهم زي طمس، يعني زي بيتنطوا كده. هخليه عندهم بأمر الله وبيزود المناعة. وبكرة في خلطة جامدة أوي أوي أوي، استنوها. يا جماعة يعني اللايك والله مش بفلوس، اعملوا لنا لايك للقناة علشان بيزود الفيديو وبيرفع الفيديو، يخلي ناس كتير قوي تستفاد من الفيديو يا جماعة، بحيث ان احنا ان شاء الله نكبر بيكم بأمر الله. ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ودايما يا رب الخير عندكم وعند أمة محمد وعند العالم كله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.